السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ احنا النهاردة هنتكلم عن رؤية الفسيخ والرنجة في المنام. صلوا بينا نبي يا حبايبي. الفسيخ والرنجة رؤيتهم غير مستحبة أو غير محمودة، لأن الفسيخ مملح وريحته زعقة، وفي ناس ما بتحبوش أساسا، ما بتحبش ريحته. فلما الفسيخ تجيبيه ده تسمع اخبار سيئة، مشاكل، ضيقة عندك، هموم. ده رؤية الفسيخ، بتشتريه يبقى تقع انت في مشكلة، او انت اللي هتعملي المشكلة ده، وانت تبقي في ضيقة مادية جامدة. الرجل المتزوج نفس النظام، ان انت هتكون في ضيقة، في مشاكل، عندك هموم، عندك ديون، في مشاكل في شغلك، في مشاكل في بيتك، سواء اللي جبته اكلت منه، شميت ريحته، سمع اخبار سيئة، كلت منه، في نكد ومشاكل. للبنت العزباء لو شافت نفسها ان هي بتشتري فسيخ او بتاكل فسيخ، ده بيبقى دليل على ان انت بتحبي شخص او مرتبطة بشخص مش كويس، بيضحك عليكي على طول، بتاع نكد، على طول بتاع مشاكل، على طول هيدخلك في حالة سيئة، فتصرفي نظر عنه. لو شفت ان انت بتاكلي فسيخ عند حد، في مشكلة هتحصل بينك وبين الناس اللي انت كلت عندهم فسيخ، او حد داخل عليك بفسيخ، داخل عليك بهم ومشاكل، انسان مش كويس، ناس مش كويسة. فدي رؤية الفسيخ يا جماعة. والرنجة زي الفسيخ بالظبط، لانها نية، سمك ني، فده دليل على مشاكل وضيقة وحاجات غير محمودة. فنصلي وندعي، والدعاء بغير القدر يا جماعة. والله أعلى وأعلم. يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير، فعلوا الجرس. لايك يا جماعة عشان يوصلكوا كل فيديو جديد أنا بنزله.